هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم حنسوي مرقة باقي خضراء. اول ما بلش اخلي اللية، طبعا حطبخها اليوم اني بس على اللية فقط. لية يعني حتى بالدهن ما حتى بدون دهن. انطر احمس الباقلة باللية هاي، يعني اللية هي تذب لنا خوش مجموعة دهن والنكهة تجنن مال اللية لانه دهن حر يعني. انتظرها تنحمس اللية زين. واللي ما يحب اللية مو إشكال، يخليه زيت أو دهن براحتكم، أو طبخوها على اللحم بعد براحتكم انتو اللي يعجبكم. أنا بالنسبة لي أسويها بس على اللية فقط، ما أسوي غير شي. هسه انتظر اللية تنحمل زين حتى أبلش أضيف فوقها المحتويات الباقية، لأنه أني من أطبخ خلي شي أحمسه، ما أخلي كلها سوية، لا أحمس شي حتى الأكل يصير كلش طيب. تعلموها بنات، لما تطبخون حاجة دبون شي فوق شي، لا طبخوا شي شوية شوية، طبخوا حتى الأكل يصير طيب بالحمس. فهسه بلشت اللي تستوي، صارت حمست خوش حمسة. هسه أضيف البصل. شوفوا الريحة اللي تخبل مال اللي والبصل، فشي طيب كلش طيب، ريحته تخبل حتى جت. حمسة زينة للبصل ويا اللي ما وصفكم الريحة تتخبل، حمسة في الزينة حتى شضيف فوقها. حتى أنا بهاللحظة أنا محضرة الباقي الخضرة، هي وقشرها مقطعتها ومحضرتها. شوفوا هي وقشرها نائية، تفلسون من قشرها أبدا، هي وقشرها قطعوها باعوا، تتقطع هيك بهالشكل هذا، تقطع هي وقشرها باعوا نائية، ما فلستها أبدا، هي وقشرها. فد تشوفون شلون أحمسها حمسة زينة. تعرفون الباقي لازم شوية تنحمس، صح ما بيها شوكرة، بس أنا أحمسها للاحتياط. فتحمسة زينة ويا اللية ويا البصل، الله تشموا الريحة. طبعا بنات هاي الأكلة جربوها، المرقة الباقلة الخضراء جربوها تخبل، وممكن خسارة إذا ما تسووها. خذوا نصيحة من عندي، أخت الخوات والبنات، هاي المرقة كلش طيبة، جربوها وندعوا لي. تاخذ فتحة حمسة زينة حتى أضيف فوقها بنات. قبل ما هاي الحمسة مالتها نضيف لها شوية زيت، شوية زيت مو أكثر. ليش؟ لأني خالي ليا والليا ذبت دهنها، فأخلي شوية زيت حتى أحمس الباقلة حمسة زينة. بس أشوفها الباقلة شوية ذبلت تغير لونها، أكتفي بيها حتى أضيف لها باقي المواد. هسه بعد ما انحمست زين هضيف لها طماطة وحدة فقط، طماطة وحدة فقط. أحمسها ويا الباقلة الخضراء، فتحمسها زينة حتى تذبل الطماطة. تحسون بيها طماطة ذبلت، فحمسة زينة. الأفضل أن شو تسوون من تحمسون أي شيء طماطة أو أي شيء يذبل، تغطوه حتى شنو الشيء اللي تريدوه بساعة يذبل. من تغطوه حذب البخار مالته، هسه يذبل الشيء اللي تريدوه. هسه أني أنتظر الطماطة تذبل بروحها حتى أحمسها حمسة زينة ويا الباقلة واللية والبصل، والريحة ما أوصف لكم إياها بعد. هسه أنتظرها تحمس الطماطة حمسة زينة، وبنات ما تاخذ من وقتكم فد يعني أوقات طويلة، لا يعني ما تاخذ وقت، بس حد ما تستوي. هذين تعرفون هي وقشرها سوية، هي وقشرها السوية دا أسويها الباقلة. بس والله العظيم بنات كلش طيبة، جربوها. هسه والأبواب عفوا رمضان قادم عن الأبواب، ما بقى شي إن شاء الله حتى نسوي أكلات جديدة وطيبة إن شاء الله نتفنن بعد برمضان. هسه أشوف الطماطة إذا استوت
حتى شنو، حتى أبلش أضيف فوقها بس أشوفها تستوي. أبلش أضيف فوقها معجون الطماطة. معجون طماطة هي تقريبا 3 خواشيق معجون طماطة، والكاسة اللي بيها أو الماعون الصغير بيها المعجون البقايا مو تذبوا، لا خلوا لها مي وخبطوه بعدين ديروه ويا باقي الحرامات يعني بيه همونه. صيروا اقتصاديين بنات، صيروا اقتصاديين. حرامات تذبوه. طبعا اني هسه بلشت احمس المعجون الطماطة حمسة زين، لان تعرفون المعجون الطماطة بيه شخرة لازم ينحمس. طبعا هو مقطعتكم من الفيديو على مودكم حتى لا يصير الفيديو عليكم طويل، فاقطع من عنده هواية. هسه بعد ما انحمست او انحمس المعجون حمسة زينة، حتى شو نضيف فوقها بعد نحمس المعجون. اكيد طبعا اعتيادي حنضيف له شيء مهم جدا نضيف فوقها. اكيد تعرفوا، اكيد عرفتوا ايش حنضيف فوقها، يعني معقولة ما عرفتوا، لانه من المعجون انحمس اكيد نضيف فوقها شنو يا بنات، شو تقولون؟ نضيف بقايا المعجون، بعدين شو نذب المي. عافية صحيح شايلكم، نذب المي حتى شنو نبلش نريدها تستوي الباقلة. فهسه المي يكون يغمرها للمرقة مال الباقلة، يعني تصير المي يغطيها تماما للباقلة، لأن الباقلة رادت تخليها على النار تستوي فترة فيراد لها مي. بنات جربوها مثل ما قلت لكم، وما يكثروا مي بيها. تشوفوا لي شلون صار اللي فوق تخبل، شو كذا يجنن والريحة تخبل. هسه بعد ما انتظر اني الاخر يعني المي اسوي فد مستوى للباقلة. تشوفون شلون تقول هواي خليت لها مي، لا انا خليت لها مي حتى تستوي الباقلة بسرعة. طبعا ضروري جدا انه البصرة تخلوها بالمرقة الباقلة تطي فالطعم يخبل، البصرة للمرقة الباقلة الطعم يتجنن. والماجي طبعا اكيد تخلوا له 2. وبعدين شحط فوقها بعد يبقى لي شيء هم ضروري، هو عندي الفلفل. اي ملح طبعا شوية تخلون ملح، لانه ليش؟ لانه ما اجيب ملح، فشوية ملح ماكو داعي. هنا انا مجمدة عندي بالفريز فلفل احمر حار. دائما كل ما اريد اخذ من عنده واخليه بالاكلات. انا اكلات كليتها بيها فلفل احمر تعطي نكهة كلش طيبة. فلفل لاعتين اخلي وياها. طبعا قسم يجففوه، قسم اني بالنسبة اخليه بالفريز ومرات اجففه. هسه بعد ما خلصته كله أنا بهالأثناء حخليه على النار وراح أطبخ التمنة الأبيض، وبعدين حتى شنو حتى تكمل الأكلة مالتنا وتشوفوها. الباقلة الخضراء، مرقة الباقلة الخضراء اللي تجنن، والريحة مالتها تجنن وطعمها يخبل. ويا التمن الأبيض يصير تجنن. لا تنسوا باللايك والاشتراك، وأحبكم هواية وسهمكم والعافية، مع ألف سلامة.